اهلا بكل المتابعين. بقول له ليه الزمالك بيسوق لفكره كما لو كانت فكره بناءه لنادي الزمالك. ايه هي الفكره دي؟ نادي الزمالك بقاله فتره كده ما بيدفعش مستحقات لا مديرين فنيين ولا لعيبه اجانب او مصريين، وعامل شبوره في الحته دي. وزي ما قلت بيسوق كويس قوي للفكره دي، والمسؤولين في نادي الزمالك للاسف الشديد ماشيين في اتجاههم وفي طريقهم ده. والرد الطبيعي لأي مشكلة بتحصل خاصة بالمواضيع المالية مع مستحقيها ما كانت لعيبة أو مديرين فنيين بيقولوا بالنص هو ده اللي عندنا، روحوا اشتكوا. فطبعا المستحقين بيروحوا للفيفا للاتحاد الدولي ويعملوا شكاوى في نادي الزمالك، فبقت الشكاوى قدام الفيفا الموجهه لنادي الزمالك كتير، والناس عامله كده وعامله كده وعامله كده في نادي الزمالك. انت شويه كده يعني مش بعيد، شويه قريبين، مش هتلاقي نادي في العالم انا بقول في العالم بسبب الفكره اللي انتوا بتسوقوا لها دي هيرضى يديك لاعب، لانه عارف ان هو هيعمل ده معاك وده هيتعمل معاه، ان هو يعني هيديك لاعب وانت هتعمل معاه الغلط ومش هتديله فلوس. فمش هيرضى اي نادي يتعامل معاك خالص، وكمان هتقع تحت مظلة الحظر والعقوبات وخصم نقاط، وفي الاخر هتدفع فلوس. يعني انت خسران من كل حته، من كل الجوانب. انا ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ لان المدير الرياضي في نادي أولكساندرو الاوكراني، وده النادي الزمالك جاب منه اخوان بزيرة او الفينا، المدير الرياضي طلع في تصريحات وقال يا جماعة انا بقالي شهر باعت رسائل لنادي الزمالك عشان نادي الزمالك ما اوفاش بدفع القسط الاول من عقد اخوان بزيرة، والنادي الزمالك ما بيردش خالص عليه. يعني حتى ما بيردوش على الميلات اللي بتتبعت ورسائل اللي بتتبعت، يقولوا له مثلا طيب حاضر يعني يومين 3 زي ما كده يبقى في واحد عليه فلوس واللي ليه فلوس بيتصل بيه فبيديله اعذار، يقول له طيب انا في فلوس جايالي اول الشهر لما اقبض. بتحاول ان انت تهديه شويه، لا كمان انت ما بتردش عليه وعامل له بلوك واخبط دماغك في الحيطه. فده معلي الدنيا قوي عند المسؤولين في النادي الاوكراني. الموضوع واخد اتجاهين. الاتجاه الاول عدم وفاء الزمالك بالبنود ودفع الاقساط والالتزامات الماليه في عقد اخوان بزيرة، وتجاهل المسؤولين في نادي الزمالك عن الرد عن المسؤولين في النادي الاوكراني. النادي الاوكراني في عقد اخوان بزيرة بيقول ان حقوق النادي الاوكراني عباره عن 6 اقساط. اول قسط ده المفروض ان هو حل من شهر فات وما اتدفعش، اكتر من شهر كمان، ده اقل قسط فيه، اقل قيمه قسط فيه. اللي قال الكلام ده مش انا، اللي قال الكلام ده واحد مسؤول في نادي الزمالك طلع مع كابتن خالد الغندور، والكلام دوت على لسان كابتن خالد الغندور.
قال ايه المسؤول الزملكاوي؟ قال يا جماعه شويه صبر، احنا عندنا شويه مشاكل، اهمها دلوقتي مشكله الارض اللي اتسحبت من نادي الزمالك، ارض 6 اكتوبر. فنصبر شويه. هو انت يا جناب البيه المسؤول الزملكاوي اللي طالع يقول الكلام ده، لقيت شماعه جديده تعلق عليها عدم الوفاء بالتزاماتك؟ النادي الاوكراني، يعني انا هتكلم في كذا نقطه. النادي الاوكراني لما تروح تقول له والله انا الارض بتاعتي اتسحبت فاستحملني شويه، انت متخيل ان هو يعني هيجي يعيط جنبك يقول لك كده الارض بتاعت اكتوبر اتسحبت؟ اكيد لا، يعني هو ملوش علاقه بالكلام ده. هو الراجل في عقد لازم تلتزم بيه معاه. الحاجه الثانيه، ان ايه ارض اكتوبر اللي اتسحبت منك؟ هي ارض اكتوبر اصلا بتجيب لك فلوس؟ دي ارض اكتوبر اتسحبت منك عشان انت حاططها تحت ايدك وضع يد وما عملتش عليها اي مشاريع، فاتسحبت منك عشان كده. فهي اوريدي ما بتجيبلكش فلوس، ده ارض فاضيه، ارض فاضيه. وتالت حاجه، ارض اكتوبر عشان تبقى مورد بتجيب لك فلوس، فانت اوريدي لازم تصرف عليها الاول فلوس. يعني لازم تعمل عليها مشروع، هتجيب مهندسين وعمال فالمشروع يطلع، وبعد كده تعين جوه موظفين عشان يبتدي يبقى فيها مشاريع جوه بقى، وفيها ملاعب وفيها اشتراكات، فيبتدي في فلوس تجيلك. فانت طالع تقول الارض اكتوبر اتسحبت، انت بتكلم ناس مش فاهمه. انت طالع تقول اي كلام، ده انت لو ما طلعتش تتكلم يبقى افضل. لعن الله. خوان بزيرة او خوان الفينا لازم مشكلته تتحل يا جماعه، لان هو تقريبا هو ده اللعيب الوحيد اللي موجود في النادي الزمالك اللي عليه شويه امل نقدر نتكلم فيهم في نادي الزمالك بالنسبه للعيب. اما بقى بالنسبه للفكره فسوق ليها براحتك خالص. نادي الزمالك براحته خالص يسوق لفكره ان هو فريق او نادي ما بيلتزمش بالعقود، وان كل لاعب اجنبي وكل مدير فني بيجي عامل معاه مشكله بسبب مستحقاته الماليه، زي ما كده ما هنيجي للمدير الفني. تعالوا نشوف فيريرا ماله. فيريرا متضايق جدا ومتعصب لانه بقاله شهرين ما قبضش. حط نفسك انت مكانه، انت شغال في شركه مش هتصبر شهرين اصلا. انت بتقبض 4000 جنيه 5000 جنيه، لو عدى يوم 31 عليك ودخلت في يوم واحد وخلص والشركه ما قبضتكش، بتبقى خلاص دمك بيغلي في عروقك ومتضايق ومش عايز تروح الشركه وقرفان ومخنوق. تخيل ده بقى قبضه كام وبقاله شهرين ما قبضش. راح لي جون ادوارد وعبد الناصر محمد، يا جماعه الحقوني انا بقالي شهرين ما قبضتش، ايه القصه؟ انتوا فين؟ انتوا ناسيني طيب ولا ايه؟ طيب راح جون ادوارد قال له ما تقلقش، كل المستحقات الماليه بتاعتك هتتصرف يوم الاربعاء الجاي بعد ماتش الزمالك والمصري. انا مش مقتنع، يعني لو الفلوس لو موجوده ما تقبضه. هو انت ليه اصلا كسر عليك شهرين؟ ليه ما قبضتش الراجل شهرين اصلا من الاساس؟ وايه اللي هيحصل يعني بعد ماتش الزمالك والمصري هيخليك تقبضه؟ او ايه اللي هيحصل بعد الزمالك والمصري مش هيخليك تقبضه؟ يعني في الحالتين، يعني هو انت لو كسبت المصري هتقبضه ولو ما كسبتش مش هتقبضه، ولا ايه الموضوع يعني؟ تحت ايدك فلوس اديله الفلوس.
هو ليه نادي الزمالك فاكر ان كل الناس اللي عنده كانت اجانب او مصريين قاعدين حبا في النادي الزمالك؟ يا باشا الفكره دي مش موجوده في اي حته في الدنيا، حتى في النادي الاهلي ولا في برشلونه ولا في اي حته في الدنيا. اي حد في الدنيا بيخش مكان عشان يشتغل فيه بيبقى عشان ده. انت بقى عايش بقى الوهم وقصه ان اللي موجودين قاعدين وشغالين حبا في النادي الزمالك. لا، انت بتضحك على نفسك. مفيش حاجه خالص كده. واللي يقول القصه كده كذاب، واقول له انت كذاب، انت كذاب. فهما نشوف يوم الاربعاء اللي هيحصل، ايام قريبه يعني. نيجي النادي الاهلي لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر كابتن عماد النحاس قعد معاه وقال له انا عايزك بقى تيجي وتخش بقى في المعمعه بتاعتها ونبتدي بقى نظبط حالنا مع بعضينا، وانسى بقى كل اللي حصل مع ريبيرو وقبل منه مع الكولر. فاحمد عبد القادر قال له نصا كده والله يا كابتن عماد انا عاوز اعرف دنيتي معاكوا ايه، وانا بصراحه كده طموحاتي ان انا ابقى اساسي بشكل دائم في تشكيلات الفريق الاول. عماد متعب قال له والله يا احمد الكلام ده مش معايا، فروح اجتمع بوليد صلاح الدين وظبط حالك. هيتم تحديد الاسبوع دوت اجتماع، يوم هيبقى فيه اجتماع بين احمد عبد القادر ووليد صلاح الدين، عشان وليد صلاح يقعد مع احمد ويرتب له افكاره شويه ويشوف الدنيا هتبقى ايه، ويحاول يفهمه ان في مركزه في ترتيب لعيبه، ولو هو عايز يستمر في النادي الاهلي لازم يخش في حته المنافسه، حته انه ينافس على انه يعدل من ترتيبه من ضمن قائمه اللعيبه اللي في مركزه دي. وان شرط ان انت تقعد في النادي الاهلي تلعب اساسي دي فكره مش موجوده اصلا، لا عند اي لاعب ولا في اي مركز. هي الفكره كلها ترتيب مستويات لعيبه في كل مركز، ده الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع، فهي دي الفكره. وفي اي نادي انت هتروح احمد عبد القادر برضه، عشان احمد عبد القادر جايه له عروض جديده من ليبيا فهو بيدرسها وبيفكر فيها. فانت لو رحت ليبيا او لو رحت الصين او لو رحت امريكا او لو رحت القطب الشمالي حتى، هي نفس الفكره موجوده في اي نادي انت هتخشه. هو ترتيب لعيبه، انت اللي بتشتغل على نفسك في التدريب عشان تحسن من ترتيبك في قائمه اللعيبه دي. فهنشوف الاجتماع اللي هيتم بينهم وبين بعضهم ده وايه النتيجه اللي هتسفر عنها. وانا عارف ان احمد عبد القادر دماغه محترمه، وكابتن وليد صلاح كمان من الناس اللي بتعرف ترتب اوراق وافكار، وباذن الله هيوصلوا لحل نهائي في القصه بتاعت احمد عبد القادر دي. اشوفكم في فيديو قادم قريبا جدا.